حضراتكم مرة أخرى، ودايما بنسعد في صباح الخير يا مصر بالتأكيد على الهوية المصرية، على الفولكلور، على كل حاجة مصرية أصيلة. وفن القول في مصر بتتعدد أشكاله وأنواعه. أهم تجليات فن القول عندنا الواو، المربعات، وطبعا سمعنا من زمان يعني مثلا السيرة الهلالية والحاجات العظيمة الجميلة، لكن فن الواو مختلف شوية وبيبرع ويبرز في الصعيد وبيكتنز لحكم وما يعني خبرة حياتية كبيرة للشاعر اللي بيقوله، وبيبقى فيه لعب بالألفاظ وهو له طريقة معينة. عموما احنا مش هنستبق الكلام، لكن معانا في الدقائق التالية شاعر كبير، هو يعني يكاد يكون هو ديوان المصريين دلوقتي اللي بيسجل أفراحهم وأحزانهم، بيسجل همومهم تحدياتهم من خلال فن الواو. أستاذ المربعات وفن الواو بلا منازع الشاعر الكبير الخال عبد الستار سليم. صباح الخير يا خالي. صباح الخير يا عبد الله، وصباح الخير على الساده المشاهدين. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه طيب يا سيدي، ومصر طيبه والامه الاسلاميه والعالم العربي كله بخير. امين يا رب. يا رب يجعلها سنه سعيده ان شاء الله. وحالتك المزاجيه كشاعر في السنه الجديده ان شاء الله تبقى كويسه ان شاء الله باذن الله. والله السنه الماضيه برضو كانت سنه حلوه وسنه كويسه ومصر بخير ان شاء الله، ومصر ستعود كما كانت شابه فتيه. يعني انا بقول لها غاليه يا شابه عليا، سحراني بصة عيونك، ارضك تملي صبيه، عمرانه دايما جرونك. الله. نعم. الله الله. فمصر ولاده اولا، ومصر فيها ابطال على مدى التاريخ. ومصر لها تاريخ حضاري طويل وواسع وممتد. وطالما فيها امثال حضرتك وامثال الناس اللي يعني بيحبوا هذا البلد، اذا البلد ده طبعا هيظل ان شاء الله شامخا ولا يتاثر اطلاقا باللي يحدث يعني. طبعا. النهارده احنا سمعنا خبر رحيل الكاتب الكبير الصحفي ابراهيم نافع، الاستاذ ابراهيم نافع عليه رحمه الله. عليه رحمه الله. وبالمناسبه برضو من دقائق كنا بنذيع تقرير عن الذكرى الرابعه لرحيل الاستاذ الكبير المنتج ممدوح الليثي، سيناريست العظيم. احنا عندنا اسماء كبيره مزبوط. ترحل وعام يودع عام. نعم. فكره الرحيل وفكره الفراق عندك، وفكره الامل والتحدي وحب الحياه. صحيح. والشغف بيها. يعني هو الحقيقه ربنا سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل: وخلقنا الموت والحياة. فذكر كلمة الموت قبل كلمة الحياة. صحيح. لأنه من الموت تولد الحياة. وأحيانا الموت بيبقى له يعني حاجة جميلة في إن هو يدي فرصة للآخرين. لأنه لولا دفع الله الناس لفسدت الأرض. صحيح. صحيح. فالحقيقة احنا كلما نفقد عظيما وهرما شامخا تولد في مصر أهرام عظيمة وكبيرة وتواكب العصر. لأن لكل عصر معطياته ولكل عصر ظروفه واحنا طبعا التقدم العلمي والتقني والاخلاقي والاقتصادي ده يلزمه عقليات جديده باستمرار. وعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلق الموت والحياه. صحيح. لانه وحتى لو احنا ما كانش في موت، طب ما الارض الكره الارضيه مش هتشيل الناس. لان التوالد موجود والتناسل موجود. صحيح. وعلى فكره انا دائما اتفائل بأنه لابد أن يكون هناك واحد بدلا من الذي يرحل. وقد يكون بدله اثنين مش واحد. أيوة يا سيدي. أيوة. أول كلامي حصل لي على الغزالة مشت له، واحكي على اللي حصل لي وازرع همومي في مشت له. نعم. إيه الكلام الجميل. فن الواو بقى والمربعات. أولا سمعنا حاجة. نعم. نبتدي بيها لقاءنا ده وبعدين نتكلم عن فن الواو. اتفضل. بقول: خضرة في قلب المزارع، أخضر في قلب الكلام،
طالع لابويا مزارع وصاني من 1000 عام. الله. جوايا انسي وجني والكل واحد اوانه. جوايا انسي وجني والكل واحد اوانه. كف البنية محني والقمح طابت عدانه. يا سيدي هذه هي مصر يا سيدي. طفلة غناكي رضيعة بكرية في حضن يدي وبحور عينيكي وسيعة والشاطر اللي يعدي. لابس وليدك هدومه لابس وليدك هدومه وزنوده شهمة عفية. عز الليالي نجومه جوا الليالي وضية. رايح وجايلك يوماتي مسروجة دايما خيولي ومعايا سيف الزناتي. ايوه حمولك حمولي عشقك وعاشق صباكي والعشق ما هوش لعبة والقلب يوم ما نداكي كان عارف السكة صعبة. يا سلام. مصر اللي ولدتنا على النيل ولدتنا اخوة توايم. بطرس وحنس وقنديل عيلفوا نفس العمايم. احنا اولاد النجوع. ديننا الحقيقي المحبة نشبع مع بعض ونجوع. أيوه. والسر تحت المكبة. يعني سرنا بيننا وبين بعض مكبة. نعم نعم. النيل ولاده اللي حبوه حنس وبطرس وسامي. النيل ولاده اللي حبوه حنس وبطرس وسامي ينده عليهم يلبوه رغم اختلاف الاسامي. عشنا شقاقة وولاد عم في الفرح او في النوايب وحلفنا لنقسم الهم على بعض كيف النوايب. يا سلام. شفت النوايب الاولى والنوايب الثانيه. النوايب الاولى يعني النوائب. النائبة. والنوايب الثانيه اللي هي الانصبه يعني. انا هفن الشوق حنيت دقيت بايدي دفوفي. انا هفن الشوق حنيت دقيت بايدي كفوفي. فكراني في يوم ما حنيت بتراب ميدانك كفوفي. الله. كفوفي الاولانيه. ودفوف الدفوف. دفوف الكفوف. نعم نعم. انا لما طبلك ضرب لي قلبي رقص فوق غصونه. انا لما طبلك ضرب لي قلبي رقص فوق غصونه. كل المسالك ضرب لي كل المسالك ضروب لي. انا لما طبلك ضرب لي قلبي رقص فوق غصونه. كل المسالك ضرب لي ابو زيد انا فوق حصانه. يا سلام. نعم. انا كنت على الظهر عتبان لانه مداري الاسوده. انا كنت على الظهر عتبان لانه مداري الاسوده. انا قلت لا بد عتبان كي بدر في ليله سودة. يا سلام. نعم نعم. انا قلت لا بد عتبان كي بدر في ليله سودة. لا تقول لي مشمش ورمان. مين ده اللي هيجور على ابني؟ لا تقول لي مشمش ورمان. مين ده اللي هيجور على ابني؟ ترك وفرنجة ورمان لم حد منهم غلبني. الله. نعم. ترك وفرنجة ورمان. المشروع التركي والمشروع الفارسي كل ده وكل المشاريع اللي حط عينيها على البلد دي تنسى. مظبوط. الله عليك. في الغربة شاشك شولي. شولي يعني أشار لي يعني. في الغربة شاشك شولي. أنا قلت والله هي. في الغربة شاشك شولي. أنا قلت والله هي. والعمر مهما يولي ياسين ما ينسى بهية. يا سلام. نعم. يا سلام. نعم.
ويا مصر قوم اكتبينا، يا مصر قوم اكتبينا، ما احنا كمان اتبدلنا، 30 سنة ملتي بينا لكن رجعنا اتعدلنا. يا مصر انت اتبدلتي، وفي يوم ما آن الأوان أنا مت وانت اتولدتي، وده كان بداية الزمان. يا سلام. يا مصر حليت مراكبي ورفعت للعشق راية، يا مصر حليت مراكبي ورفعت للعشق راية، نيلك دجاري في ركبي لجلك عشقت القراية، لجلك عشقت القراية. يا سلام. نعم يا سلام. نعم. الله ينور. الله ينور. الله يحفظك. الخال عبد الستار سليم، انا كان نفسي طبعا اللقاء ده يكون على ضفاف النيل مثلا في البلد او في المكان صحيح، علشان تبقى الاجواء موجوده. دي هويتنا المصريه. صحيح. دي ثقافتنا اللي بنعتز بيها مهما تطورنا وعشنا حياه عصريه ومدنيه، ولكن يفضل فن المربعات وفن الواو وغيره من فنون الأول كلها أصل مصر. صحيح. واللي بيدافع عن ثقافة مصر. وعلى فكرة الفن ده والفنون القولية الأخرى كلها استقناها من النيل والريف والأرض والخضرة والشمس والجبال والرمال كلها مستقاة من هذا. وعلى فكرة الإغراق في المحلية هو اللي بيوصلنا العالمية. صحيح. يعني نجيب محفوظ إغراقه في المحلية لما كتب عن الحارة المصرية وصلته إلى نوبل. يعني لا نهمل أبدا حارتنا طبعا. وإن شاء الله يكون لنا جلسة على ضفاف النيل أنا وسعادتك والكاميرا. هجيلك إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. دلوقتي حضرتك اتكلمت عن أشرت إشارة كده سياسية بارعة إلى المشروع التركي والمشروع الفارسي والأطماع في المنطقة. وسمعت برضو أن كان ليك موقف برضو من موضوع القدس وترامب والسفارة الأمريكية. نعم. قلت إيه في الموضوع؟ نعم قلت إيه؟ قلت يا سيدي ترامب ده يبقى ود مين؟ أيوه. ومين خواله وعمامه؟ ترامب ده يبقى ود مين ومين خواله وعمامه؟ لا راعى حالة بندمين ولا له في الحلف ولا له في الصح حاله. يعني ترامب ده مدهون بألوان، يعني جه عندنا واخذ فلوسنا وعملها. يعني بيقول ضيفي جاني وخد فلوسي واتغدى عندي وكسر اطباقي. بقول له القدس عمرها ما تهون طول ما انا فيه شيء في حياتي باقي. مش ممكن. القدس هو لو يعرف ان القدس حتى لو قعدت 100 سنة تحت الاحتلال لابد هنستردها، واذا ما استردتهاش انا هيستردها ابني وحفيدي واقرب حاجه صلاح الدين. صلاح الدين. وهو ناسي كمان انه القدس دي عربيه ما هيش. احنا عايزين نسمع اللي انت كاتبه. وعبال ما تلاقيها في الاوراق بتاعتك هقول لكم انه الخال صدر له الاعمال الكامله، وده شعر فصحى لانه الخال بيكتب برضه شعر فصحى، لكن برضه مؤخرا صدر له ديوان هنا مع السي دي، ويعني واضح ان هو ناله من المدنيه ايضا والعصريه السي دي والكلام ده. لكن ديوان جميل. يا ريت ولادنا نخليهم يسمعوا الفن ده زي ما بيسمعوا ام كلثوم الحاجات الاصيله، ويسمعوا الاصوات المصريه في التلاوه، الشيخ المنشاوي، علي اسماعيل، وكل القامات دي في فن الواو والحاجات دي يسمعوها ولادنا ويعرفوا وهيشوفوا حتى المضامين اللي بيحملها فن الواو. اتفضل يا خالد. ماشي. بقول وقال من فن الواو في مسألة القدس وترامب. بقول اوعوا تقولوا اننا ضعاف وتطمعوا الخلق فينا، عندي من القوة أضعاف جوا قلوبنا دفينا، ساعة الخطر نبقوا أخطر، ده من جدودنا ورثناه، وترامب كان غيره أشطر يسأل لويس اللي حبسناه. إحنا في ساعة البلك طار تنده يجيك 1000 واحد، نبقوا سكتنا عن الطار
عيشتنا والميتة واحد. ضيفي ملا جتة جروح كلني وكسر ضباقي، ده القدس يا ترامب مطروح ما دمت انا حي باقي. نعم. عدد السجاعة، عود السجاعة ب100 عود. السجاعة يعني الشجاعة. احنا بنقولها كده. الشين سين. نعم. عود السجاعة ب100 عود. ما تقولش انفد بجلدي، لو راحت القدس هتعود بيدي وبيد ولدي. في الجد لابد ألقاك يا ابو السريرة النظيفة، اوعى تفرط في حقاك يومها ما تبقاش خليفة. ازاي تبيعني وارضاك وان كنت خالك وعمك، وتبيع قرايبك وارضاك، مين اللي بكره يلمك؟ للصف يا اخي ما تنضم، ولا يعني عايز عزومه، عمر السبوعه ما تنضم. عمر السبوعه ما تنضم. السباع. عمر السبوعه ما تنضم. احنا ما نقولش السباع، نقول السبوع. الاسود يعني. الاسود. السبوعه جمع سبع. هي في الفصحى اسمها السباع. ايوه. احنا بنقول للصف يا اخي ما تنضم، ولا يعني عايز عزومه، عمر السبوعه ما تنضم، يبقى الغلط ايه لزومه. وترامب ده يبقى ود مين؟ واخواله مين وعمامه، كلماته على القدس عدمين ناقصين عبايه وعمامه. ايوه. نعم. ايوه. ناقصين عبايه وعمامه، لانه لو هو عارف القدس واحنا بالنسبه لنا ايه، ما كانش عمل كده. وسالت واحد كبير سن. سالت يعني سالت. ايوه. وسالت واحد كبير سن، ايش رايك انت يا بايا في اللي في سكين وعيسن؟ قال ده قليل الربايه. وترامب ده يبقى ود مين؟ ومنين عمامه وخواله، كلماته على القدس عدمين، باين ملوش في الجواله. يا سلام. سلام. الله ينور. الله ينور. الله ينور عليك. فهو القدس يديها ازاي هو فاكر انها ارض ابوه ولا ارض امه ولا ارض خاله؟ لا، ده القدس لها ناس ولها اهل ولها أهل. وبعدين انا بعتقد بحسي باعتباري شاعر يعني، انا اعتقد ان اللي عمله ترامب ده هو بدايه الصحوه العربيه الاسلاميه. صح. الهبه اللي حصلت. الهبه طبعا. طبعا. ده ولسه الهبه ما استوتش، ده الهبه لسه في بدايتها يعني. الشاعر خال. نعم. ما بيعديش عليه حدث كده. نعم. ودايما مهموم بقضايا وطنه وقضايا مجتمعه. نعم. كتبت ايه في احوال المصريين الفتره اللي فاتت دي؟ والله الحقيقة أنا بمناسبة صدور الشعر الفصحى، وشعر الفصحى ده يتضمن على فكرة 6 دواوين فصحى. وكان نصيب المصريين ونصيب الوطنيين ونصيب مصر كان نصيب الأسد في هذا الدواوين. بقول بقصيدة من شعر الفصحى بتقول: وأكتب فيك أشعاري، أحدث عنك سماري، وأكتب فيك أشعاري، وبين جوانحي قلب يهيم بنيلك الجاري، وشوق ليس مثل الشوق يعصف بيك إعصاري، وأحمل منك مئذنة ونقشا فوق أحجاري، وأصنع منك أهراما تصاحبني بأسفاري، وسلمى حين تسألني عن الأحلام والوطن، وعن شعر الذي يحكي هموم الشوق والشجن، وعن يوم بلا فرح، وعن ليل بلا وسن، فوجه لست أعرفه ووجه ليس يعرفني، غريب الدار يا سلمى كيوم خارج الزمن، غريب الدار يا سلمى
كيوم خارج الزمن. فالمصري دائما يحن إلى مصر ويحن إلى موطنه ويحن إلى إخوانه ويحن إلى نيل مصر وشمس مصر وأرض مصر وخضرة مصر مهما ذهبت به. وعلشان كده أنا قلت في الغربة شاشك شولي، أنا قلت والله هي، والعمر مهما يولي ياسين ما ينسى بهية. يا سلام. وهو الوحيد المصري اللي بيبقى مشدود ببلده. إذا كان الأجنبي لما يجي يشرب من نيل مصر بيرجع له تاني، فما بالك بالمصري اللي اتربى في نيل مصر. على فكرة أنا مرتبط بالنيل ارتباط وثيق جدا طبعا. يعني أنا كنت كتبت قصيدة عن النيل بقول النيل مسافر من زمان زي الزمان، بين الجنادل تجرحه لكنه عارف مطرحه. يا سلام. وتسيل دموعه في الغطان ويلمها ساعة الحصاد حزمة عدان. يا سلام. وتسيل دموعه في الغطان ويلمها ساعة الحصاد حزمة عدان. النيل ده عمر، النيل ده عمر ممكن يطول بيه السفر، ممكن يعوج سكته مليون حجر. الله. ممكن يتوه، ممكن يلف، المستحيل انه يجف. الله. المستحيل انه يجف. يا سلام. وانا شايف في النيل الشعب المصري. احنا عايزين نبعت القصيده دي نعم للجماعه بتوع اللجنه الاستشاريه بتوع سد النهضه. نعم. ما يعرفوا الناس دي بقى. النيل ده بالنسبه لنا ايه؟ مش هينفع الكلام ده يا خالد. النيل ده يعني لو احتجزت صخور وجنادل وكده ولف ولا دار ولا عمره ما يجي ابدا. وانا بقول ان النيل ده القصيده دي انا بسقطها على الشعب المصري والشعب المصري ايضا، مهما اعترضوا بعض المشاكل وبعض الانكسارات الوقتيه، لكن ابدا عمره ما ينكسر ولا عمره ما ينتهي. الشعب المصري اللي عمره 7000 سنه، هم ضحكوا علينا قالوا 5000 لكن هم 7000 سنه. أيوة. يعني هذا الشعب اللي مر بكثير من العقبات وكثير من الحوديات مش ممكن يعني مش ممكن. نعم. طبعا يعني في موضوع كده عايزين نعمل له اشاره بس كده. نعم. لانه في الاونه الاخيره الصحافه اتكلمت فيه، ودي كان قضيه حضرتك كنت رفعتها على هشام الجخ. نعم. كان اخذ منك مربعات وحاجات ونسبها لنفسه. نعم. والقضاء انصفك الحمد لله. اخيرا. ده هذه القضيه عمرها 6 سنين من سنه 2011. والحقيقه المده دي كلها أتت من المماطلة ومن كل ما توصل القضية إلى نهايتها يروح عامل استشكال، يروح عامل، وكله علشان يطول أجل التقاضي، علشان كان بيلعب على إننا يعني نفسي يتقطع يعني على طول النفس وتزهق بقى خلاص. لكن الحقيقة هي القضية مش حكاية هشام وعبد الستار، حكاية قضية أدبية. إحنا عايزين نعلم أولادنا إن الواحد ما يعتديش على حق غيره. وبعدين خصوصا إن لما يبقى واحد حي ويعتدوا على شغله، امال لو مات هيعملوا ايه؟ يعني هل انا يحق لي اقول شعر شوقي وانسبه لنفسي؟ لا، ما ينفعش. السرقات الادبيه دي كترت قوي وبقت في سرقات علميه وسرقات ادبيه. ده صحيح. ولا يعني ولا يرجع من ياخذ نصا او التناص. يعني التناص ده وارد في الاعمال الادبيه. حد يضمن جمله او بيت شعر بس يحطه بين نصين ويشير ليه. صحيح. انما ياخده كده وخلاص. صحيح. حضرتك اي الامسيات الشعريه اللي بتحدث في القاهره في المنتديات دائما يبداوها باحد مربعات عبد الستار سليم، بس بيقولوا ده كلام عبد الستار سليم. وهو لو قال ان ده كلام عبد الستار سليم، وحتى بعد القضيه ما بدات لو قال ده انا ما كنتش عارف ان هو شغل فلان وانا اخذته على اساس انه هو مش شغله يعني. وحتى لو كان مش شغل المفروض يشير الى هذا، لانه الحقيقه هو مش ملقي. هي المربعه ايه المربعه؟ قال ده المربع الشهير اللي هو البدايه اللي حضرتك قلته، اول كلامي حصل لي عن الغزاله مشت له واحكي على اللي حصل لي وزرع همومي في مشتله. مشي البنيه بخلخال تخطر كما فرع مايل، عشق الصبايا يا ابو الخال عامل في قلبي عمايل.
لا تحسد اللي حداه مال وجدت منه عليلة، ما يعدل البخت لو مال كافة كنوز القبيلة. اي والله اي والله. على بختي يا اخي تلوى الزان لما عملته سريري، والزان عمره ما يتلوي لكن بخت. لا والبخت ده ايه اللي انا عنه. على بختي يا اخي تلوى الزان لما عملته سريري، لو يوزن القول والزان قمحك ما يسوى شعيري. الله. شيء جميل يعني وشيء طبعا. فاخذ حوالي اخذ مربعات كتير واخذها تبكل ومن ديوان منشور. والقضيه انه هو عارفني وانا عارفه، لان انا كنت بروح اشرف عليه لما كان طالب لسه في جامعه سوهاج في اسبوع شباب الجامعات. كانوا بيجيبوا الشبان اللي بيكتبوا شعر وكده ويجيبوني انا عشان اقيم الشعر يعني وكده، فكان من ضمن الناس دول، فيعني احنا عارفين بعض. وعلى فكره انا مش زعلان منه، انا زعلان عليه ان هو سقط هذه السقطه. والى الان انا بحبه واعزه واقدره زيه زي اي شاعر في مصر. لانه انا شغلتي انا رئيس نادي الادب المركزي. شغلتي اني اخذ بايد الناس دول واحطهم على الطريق الصحيح. ونساعدهم اذا كان عايزين مساعده، ونرشدهم ونقول لهم على العروض ونقول لهم على الاوزان. ودي العلاقه الحلوه الجميله المفروض تبقى ما بين الاجيال. بمناسبه بقى الشعر، اخبار الوسط الشعري في مصر ايه وحاله ايه؟ احواله تسر ولا تسوء؟ لا هو انا الحقيقه بالرغم من ان الميديا الاعلاميه والنت بالذات اللي هي وسائل الاتصال الاجتماعي، بالرغم من ان ليها فوائد، لكن ليها مساوئ شديدة الخطورة على الفن الشعري بالذات. ازاي بقى؟ ازاي؟ انه اي حد يقدر ينشر شعره في الميديا ويعمل صفحة وينشر فيها شعره، وعلشان الناس مش متخصصة في ده يعني احنا فقدنا حاسة التذوق للفن الجميل. لانه ما عادش يعني كثير من الصحف كان فيها صفحات ادبيه قفلتها. والتلفزيون مع حاجه تزعل والله حاجه تزعل. والتلفزيون مع احترامي برضه ما بيستضيفش الناس الشعراء الكبار علشان يقولوا حاجه اللي الشبان الصغيرين يستفيدوا منها. فالميديا الاعلاميه ينشر والناس تقول له الله من باب المجامله حتى من غير ما يقرا ولا بتاع، يقول له الله، يقوم يعتقد انه هو موهوب وشاعر. ودي بتقتله حتى لو كان هو موهوب. ده بيقتله. انما لما يقعد مع واحد زي حضرتك، واحد زي من الشعراء القدامى يعني، يقولوا لا دي الصوره دي مش متركبه صح. ده فيه خطا نحوي، ده فيه خطا عروضي. ده دور النقاد كمان يا خالد. وانا كتبت ده. انا طلبت النقاد بانهم ياخدوا بالهم من النت، حد يكتب ما يجاملوش حد ما يجاملوش حد. وبرضه الدواوين اللي بتصدر من خلال وسائل النشر كثير منها بيطبعوا الشعر على حسابه طالما عنده فلوس ويستطيع، ويعطيه لحد من ناقد او حد صديقه او كده، ويشيد به ايضا، وهو مليء بالتجاوزات العروضيه، مليء بالتجاوزات النحويه، مليء والالفاظ حتى والصور مش متركبه صح. طب نعمل ايه علشان نكتشف المواهب من الارض السمراء دي؟ مواهب الفن الاول اللي عندنا، الشباب اللي موجودين ونقدمهم. يعني ازاي نوظف الاعلام لاكتشاف المواهب دي، ويبقى في لجنه تحكيم والمصريين يتفرجوا ويسمعوا ويعرفوا ان مصر ولاده. انا قمت بهذا الدور من خلال قناه طيبه. عملت برنامج اسمه شعبيات انا ومخرج صديق فعلا، والبرنامج ده كان ناجح والله. ودي قناه فعلا قناه احنا نثني عليها ونشكرها جدا. واذكر بالخير المخرج اسماعيل الشيشيني. هذا المخرج الجميل اللي هو كان بيبحث معايا عن المواهب، مش متخليهم هم يجوا، ده احنا اللي بنروح نبحث عنهم. وهذا دور مهم جدا لانه في ناس بتخاف تلتقي بحضرتك كمذيع، تلتقي بواحد شاعر كبير أبداً تلتقي يعني. كده يعني فاحنا بنروح لهم. وبعدين يجب ان الخدمه الثقافيه تذهب الى مستحقيها. يعني انا ما اعملش امسيه شعريه في غرفه مغلقه واستنى لما الناس تجيلي، لانه الغرفه المغلقه احيانا صعب الوصول اليها، وخصوصا قصور الثقافه في ناس تخاف تمر تدخلها، مع ان قصور الثقافه دي للناس، لكل الناس للناس، لكن علشان احنا ما اعلناش عنها وما وظفناهاش توظيف صح، الحقيقه الناس بتحجم عنها. فعلينا زي حضرتك ما تفضلت
أن نفتح نافذة في الإعلام. احنا عندنا حوالي 14 كام قناة كتير، الرسمية والخاصة والمتخصصة. دول يعملوا نص ساعة يوميا للشعر والقصة والرواية والمسرح والناس الموهوبين في الإلقاء. ده مهم جدا. الثقافة هي قاطرة الشعوب، قاطرة الحضارة. يعني لما نهمل الثقافة ايه اللي فاضل لنا؟ الحقيقة يعني طبعا احنا هنتوه في السكة طبعا. لأنه هي التنويرية هي الثقافة. خلونا بقى نسمع شوية مربعات كده. ماشي. وبرضو نكرر تحيتنا وتهنئتنا للسادة المشاهدين بالسنة الجديدة. مظبوط. ونبعت لهم كده برقيات أمل وتفاؤل إن شاء الله. تمام. اتفضل. ماشي. ما يصحن الهم 100 هون، ولا صخرة في البحر لانت. ما يصحن الهم 100 هون، ولا صخرة في البحر لانت. دي العشرة على الحر متهون، لكن على الندل هانت. شوف القيم احنا بنوظفها ازاي في الشعر طبعا. وفن الواو ده الحقيقة لمن يجيده يعني نعم. فن يخدم القضايا بشكل طبعا. نعم طبعا. حطيت على الجرح كفي، من الطبيب المداوي. رشة من الحب تكفي، الله. ولا كلام الرداوي. الرداوي يعني الرداوي جمع راديو. جمع راديو. الله. وكلام حميم وكلام قريب من النفس وكلام. وعلى فكرة من محاسن فن الواو ان انا لما بقول فن الواو في اي امسية الناس بتطلع حافظة بعض المربعات حافظاها، وهو دي الرسالة الاساسية. نعم. حطيت على الجرح كفي، من الطبيب المداوي. رشة من الحب تكفي، ولا كلام الرداوي. مالك عتصرك لي عناب، كيف الجمال الهجيني. تسقيني قهوة وعناب، وانت في سرك هجيني. يا سلام. شفت هجيني الأولانية وهجيني الثانية. أيوة. نعم. انظر على الليل بعيني، القاه ملفوف ببفتة. ولما جيت اصبه في بعيني، بيجي طوله منقوص لزفته. الليل اول صوره لليل تتعمل بهذا الشكل. منقوص لزفته. منقوص لزفته. قوس دي عندنا في الصعيد. ايوه معروف. طبعا. نعم. طبعا. لا تشتري الحب بالمال، ولا في الكرامه تفاصل. الله. لا تشتري الحب بالمال، الله. ولا في الكرامة تفاصل. خليك على الشدة حمال، مهما يكون اللي حاصل. أيوة. خليك على الشدة حمال، مهما يكون اللي حاصل. ما يوحشك كل من غاب، ولا يطول الليل عشانه. ما يوحشك كل من غاب، ولا يطول الليل عشانه. فيه زول نبوته من غاب، لكن في يده لشانه. له شأنه. له شأنه. له شأنه. يعني النبوت من الغاب ما هيش بندقية ولا مدفع. أيوه. لكن النبوت ده عندما يشير به الراجل صاحب الرأي يخلص الكلام. في زول في يده له شانه. يمسكه في يده كده يبقى له شانه. جدد سبيب الربابة، خليه يقسم بياتي. الله. وان كنت مغرم صبابة، بكرة المفارق بياتي. بياتي هيرجع يعني. بيرجع بياتي يعني. وبياتي الأولانية ده مقام موسيقي اسمه مقام البياتي. عيني رأت سرب غزلان، فيهم غزالة شريدة. والقلب لما اتنغزلان، شاور وقال لي شريدة. يا سيدي. تنغز. أيوه. لان عندما تنغز بسهم الحب رق ولان. كحلة عيونه سبتني، وجرحه للسفينة. زينة البنيات سبتني، ومشت في أول سفينة. الله. سبتني وسبتني. نعم. نعم. بيبقى يعني حضراتكم أخدت بالكم طبعا إنه في كل مربع بيبقى في كلمة مكررة، ولكن في المرة الأولى لها معنى، وفي المرة الثانية لها معنى. ومن هنا بقى براعة وقدرة الشاعر على اللعب بالألفاظ، وعلى توظيف كل كلمة مكررة بنفس الحرف
بس في سياق اخر او في معنى اخر. بس لازم يكون عنده ثروه لغويه طبعاً. عشان يستطيع ان ينتقي اللفظه اللي تعمل ده، اللي هو بيسموه الجناس التام في اللغه العربيه. نعم. وعلى فكره لما انا يعني جربت، لما كنت بقف بين الناس عشان اقول فن واو واقول مربع مفتوح، المربعات اللي فيها الجنسات بيسموها مربعات مقفوله. مقفوله. لما اقف بين الناس واقول مربع مفتوح، الناس يقولوا يا استاذ انت بتستهزأ بينا، احنا عايزين حاجه نشاركك في حل المربع. يعني لما اقول لهم مربع زي مربع ابن عروس، مسكين من يطبخ الفاس ويريد مرق من حديده، ويريد مرق من حديده، مسكين من يصحب الناس ويريد من لا يريده، علما بان المعنى جميل. أيوة لكن طبعا. يقول لك مش مغلق، مش مقفول. يعني مثلا واحد يقول ايه، يقول طبيب الطبابة أسلمان والعقل مني جناين، شوف صقع طوبة أسلمان تلف تمرها والجناين. تعجبهم الحاجة اللي زي كده. أسلمان ده مقفول. مقفول. يعني يقعد يفكر فيه لحد ما يجيب المعنى. في ناس تعتقد انه لما يقول طبيب الطبابة أسلمان يعني بينده على واحد اسمه سلمان. لا، هي مش كده. عند الناس عندنا في الصعيد مش كده. بيقول طبيب الطبابة أسلمان يعني أسأل من. أسلمان. أيوة. وهم بيسهلوا الهمزة زي قريش ما كانت تقول في الأرض. تسهل الهمزة. قراءة من القراءات. من القراءات. واحد يقول لي طب وانت عرفتها ازاي يا سيدي؟ تركز اقول له لانه بقول والعقل مني جناين، يعني العقل كاد ان يجن. أيوة. فعايز حد اساله. وطبيب الطبابه هنا مش الطبيب الدكتور، اللي هو حكيم الحكماء يعني. زمان كانوا يسموه طبيب المبالي. ايوه. طبيب الواحد المبلي يروح يشكي شكوته للطبيب للمبالي. أيوة. طبيب الطبابه اسلمان والعقل مني جناين، شوف صقع طوبة أسلمان. صقع طوبة اللي هو الصقيع بتاع شهر طوبة. أيوة. أسلمان الثانية يعني إيه؟ يعني أسال المن. المن اللي هو الندى الحارق اللي بينزل على الزرع فبيحرقه. الله. فبيقول طب يعني شوف صقع طوبة أسلمان. برضه هيقول لي عرفتها ازاي؟ يقول لي لانه قال تلف تمرها والجناين. أيوة. تلف التمر والاوراق. نورتنا والله. ربنا يبارك فيك خال، وكل سنه وحضرتك طيب. ودايما تمتعنا بمربعاتك وبفنك. ومسؤوليه الدوله ان هي ترعى يعني وتقدم كل الامكانات المتاحه لرواج هذا الفن والمحافظة عليه. يا ريت اضم صوتي الى صوت حضرتك. وان شاء الله يعني الايام اللي جايه حلوه، و2018 تبقى حلوه على مصر ان شاء الله. باذن الله حلوه على مصر وعلينا جميعا باذن الله ان شاء الله. واشكرك واشكر برنامج صباح الخير يا مصر واشكر القناه الاولى. شكرا جزيلا للساده المشاهدين. الشاعر الكبير عبد الستار سليم على هذا اللقاء وعلى هذه الدقائق. شكرا. وابقوا معنا فقرات صباح الخير يا مصر ممتده مع حضراتكم.